مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبير والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. وكما اعتدنا دائما بالنسبة لأندونيسيا، هناك إعصار قمعي في منطقة أو مقاطعة جاوا الشرقية البارحة 27 فبراير. أيضا بالنسبة لنيبال، هناك انهيار جليدي في جبل مانسلو. أما بالنسبة للسحب، لا أدري لماذا أصبحنا نشاهد سحب مخيفة جدا. مثلا كانت هناك سحابة البارحة في قطر، سبحان الله، مخيفة كأن لها وجه. نفس الشيء هناك سحابة مخيفة في السعودية البارحة، ويبدو فيها كما قيل أعاصير قمعية في شرق حفر الباطن. سبحان الله. أما بالنسبة لإسبانيا في غرناطة، هناك سحابة عدسية في 24 فبراير. سبحان الله، اعتدنا أن نرى هذه السحب العدسية في هذه الأيام بكثرة. أيضا الظاهرة الغريبة التي اعتدنا أن نراها هذه الأشهر، وهي ظاهرة أعمدة الضوء. فهناك في أمريكا في مينيسوتا تظهر أعمدة الضوء 25 فبراير. أيضا بالنسبة لكازاخستان، ظهرت فيها تلك الظاهرة التي شاهدناها البارحة أو قبل البارحة، وهي ومضات غريبة أو أضواء زرقاء ومختلفة الألوان، وذلك أثناء حدوث الزلزال في كازاخستان. أما بالنسبة لإسبانيا، هناك حفرة خسفية ضخمة، سبحان الله، بطول 8 أمتار في إنفينيدا كوندي دي سالينت. أما بالنسبة لموضوع اليوم، هناك صورة تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية، التقطها رائد الفضاء الروسي سيرجي، وفيها تظهر مدينة عدن اليابانية وهي ترقد فوق فوهة بركان عملاقة، وقد أطلق عليها اسم مدينة كريتر نسبة إلى هذه الفوهة العظيمة التي تكونت بسبب انفجار بركان قديم سالت حممه المنصهرة إلى البحر، مكونة جبل شمسان وجبل حديد وجبل صيرة. حيث قبل أكثر من 100 عام تقريبا قامت بعثة بريطانية متخصصة بدراسة البراكين حول العالم بالوصول إلى عدن لدراسة هذه المنطقة البركانية، وقد انصدمت من نتائج الدراسة التي أثبتت لهم أن جميع البراكين في العالم أمام قوة هذا البركان الخامد تحت مدينة عدن لا تعد كونها مجرد ألعاب نارية. يعني كل براكين العالم لا تساوي شيء أمام بركان عدن، لأننا دائما كنا نسمع يلستون مثلا في أمريكا أخطر بركان. أيضا هناك بركان صقلية، ويقال أن هذا الجبل أو البركان في يوم من الأيام سيسقط في البحر المتوسط، وعندها سيحدث التسونامي. هذا التسونامي قد يدمر كل
أوروبا وأيضا دول المغرب العربي، والله أعلم دائما. وصدق رسول الله عليه أفضل الصلوات عندما قال: من العلامات الكبرى ليوم القيامة خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.